مساء الخير، معاكم مطبخ نوسة الوصفات السريعة. النهاردة هنعمل معاكم أحلى قراقيش بالعجوة. معانا كيلو دقيق، ورقة خميرة بيرة، ورقتين فانيليا، كوباية سمنة وكوباية زيت. هنقول ليه كوباية سمنة وكوباية زيت؟ لو عملنا بكوبايتين سمنة بدل كوباية سمنة وكوباية زيت، هيبقى العجينة هتبقى دايبة خالص خالص. اما كوباية سمنة مع كوباية زيت بتدي العجين يبقى لا هو هشة قوي طرية خالص ولا دايبة ولا هي ناشفة. لو عملناهم بكوبايتين زيت هتبقى العجينة هتبقى بعد ما تستوي يعني هيبقى مقرمش خالص. وانتوا حسب الرغبة، حسب ما تحبوا. طبعا احنا هنحط الزيت والسمنة ونبدأ نبسهم شوية، ونكون حاطين عليهم الخميرة، ونكون حاطين معلقتين سكر كبار، وهنحط عليهم كمان معلقة ملح، وهننزل بكوبايتين لبن. طبعا كل واحد حسب نوع الدقيق اللي بيستخدمه، ممكن نستخدم اكتر من كوبايتين لبن لحد ما هنلاقي ملمس العجينة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد ما عجنا وكله تمام التمام، هنسيب طبعا العجينة لحد ما تختمر. بعد بقى ما نشوف العجينة معانا اختمرت بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين كده اختمرت وتمام التمام، هنقطع جزء جزء ونبدأ نفرده بقى على الرخامة كويس. نبدأ نفردها على الرخامة، ممكن بإيدينا عادي وممكن بالفرادة زي ما احنا نحب، يعني براحتكم. زي ما احنا شايفين كده هنفرد مع بعضينا العجينة، يعني لحد ما تبقى خفيفة خالص كده في ايدينا. وبعد ما هنبدأ ان احنا نفردها، هنكون طبعا مجهزين العجوة، عاملين عجوة مسيحينها او مدوبينها في سمنة، مقلبينها كويس. ممكن نحط معاها معلقة قرفة زي ما احنا شايفين كده. العجوة مقلبناها كويس في السمنة وحطين لها القرفة وكله تمام التمام. هنحط بقى العجوة، هنفرد العجوة كويس على العجينة لحد ما هنوزعها على العجينة كلها. بعد ما هنفرد طبعا كل العجوة على العجينة كده كويس سوري. بعد ما هنفرد كده كويس العجوة على العجينة، هنبدأ بقى نرول العجينة، هنرولها. نعملها رول كده. بعد ما هنرولها زي ما احنا شايفين، نبدأ بقى هنكون كمان دهنين الصينية بالسمنة كويس. وبعد كده نبدأ نقطعها حلقات حلقات زي ما احنا شايفين كده بالظبط. شايفين بقى جوه كده العجوة متوزعة على كل العجينة. بعد كده نبدأ بقى نرصها مع بعضينا في الصينية، نقطع باقي العجين. وبعد ما نقطع باقي العجين هنبدأ نحطها في الصينية، وهنسيبها طبعا بعد ما نقطعها ونحطها في الصينية هنسيبها تاني تخمر في حدود ربع ساعة. لان احنا طبعا لما فردنا العجينة فكأن ضيعنا الخمر اللي فيها. بعد ما نحطها ونرص الصينية تمام، هنسيبها بقى ان هي تخمر حبة تاني في حدود ربع ساعة تلت ساعة. اول ما نلاقيها بدأت تخمر نبدأ بقى نحطها في الفرن. هنسيبها من حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة. وكده شكله بعد ما استوى وبقى شكله مقرمش وجميل. وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك والسبسكرايب للقناة. بالهنا والشفا. احلى قراقيش بالعجوة بأسهل طريقة.